الحقيقة مباراة اليوم كانت مباراة صعبة جدا. مباراة صعبة جدا. فريق التضامن مسكر في المناطق الخلفية. فريق أيضا يعتمد على الخشونة الزايدة والالتحامات القوية، لكن الحمد لله بمجهود الشباب وتكاتفهم وتعاونهم وانسجام الفريق مع بعض البعض قدرنا أن نخلخل خط الدفاع وخط النص أيضا، ونفتح في بعض الثغرات اللي ساهمت وساعدت بشكل كبير جدا في تسجيل الأهداف ولله الحمد. والشباب حقيقة في كبداية مشوار وبعد توقف لفترة طويلة قدموا صراحة مستوى طيب ومردود طيب، ونتمنى أن هذا المردود وهذا الأداء يتصاعد شيئا فشيئا في المباريات القادمة. نقول كل عام والجميع بخير. هذا فريق التضامن فريق حقيقة جيد، فريق بذل مجهود كبير جدا، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. المباراة كان جيدة المستوى، ظهر الفريقين يعني بمستوى جيد، لو أن كانت الكفة أرجح لنجوم السويق، ولكن من خلال مجريات اللعب المباراة جيدة، ونتمنى لهم التوفيق في قادم المباريات القادمة إن شاء الله. المباراة أولا بسم الله والحمد لله، نبارك للجميع شهر رمضان الفضيل. وحقيقة هذه البطولة تجمع شباب من زمان ما شاهدناهم، زمان ما التقينا مع بعض، فكرة جدا صايبة وجدا سديدة. المباراة كانت حماسية وكانت مباراة افتتاح، وشهدت الإثارة والحماس من جانب الفريقين تقريبا في نفس المستوى ونفس الفرص، ونتمنى إن شاء الله في المباريات القادمة أن يكون الحظ متوفر لدينا. تعرف أن فارق اللياقة البدنية وأغلب الشباب كبار وتركوا الملاعب، لذلك راح تشوف المستوى يرتفع من مباراة لأخرى إن شاء الله. نتمنى الجميع للتوفيق بإذن الله، وشكرا. صراحة مباراة جميلة جدا. طبعا الفريقين أدوا مباراة جميلة. استطاع فريق الريال الآن تقدم 1-0. المباراة تعرف يعني في شهر رمضان تعرف إنه يكون اللاعبين يعني يمكن ما متهيئين، لكن الحمد لله رب العالمين استطعنا الآن نفوز 1-0، ونتمنى إن شاء الله نحافظ على الهدف لآخر المباراة، وعسى إن شاء الله بالتوفيق هذا فريق الريال من حق الفرق المشاركة إن شاء الله. المباراة كانت تقريبا شبه متكافئة، يعني الشوط الأول نحن استحوذنا أكثر على الكورة وجبنا فيها هدف، وطبيعي في الشوط الثاني شوي تراجعنا، والحمد لله رب العالمين. يعني الفريق يعني شباب ودام الساحل ما سيء، يعني بالعكس يعني كان ند يعني. الحمد لله مباراة أولى، وتعرف أنت المباريات الأولى يعني شوي الأمور شوي صعبة بداية. بالنسبة للجائزة الحمد لله رب العالمين، طبعا هذا ليس يعني ما مجهودي أنا فقط، وإنما مجهود الشباب كامل يعني. فهذا يعني بالنسبة للجائزة أنا أعتبرها هذا يعني مثل ما تقول مجهود الشباب وليس مجهود علي راشد فقط. جزاكم الله خير وأحسن. صعب. مباراة طيبة، وأول شيء صراحة التنظيم، ونشكر الأخوان على الحفاوة الطيبة اللي حصلناها من الأخوان هنا في المنطقة، وإن شاء الله نتمنى أن نواصل في البطولة ونظل فيها طول فترة ممكنة. بالنسبة للمباراة الفريقين قدموا مباراة طيبة، ومبروك للفائز اللي هم طبعا إخواننا في نادي المصنعة،
وان شاء الله باقي مباراتين ونحسمهم ان شاء الله ونتاهل للدور الثاني اخر شخص. وان شاء الله المباراه تكون البطوله تكون طيبه ونتمنى ان نشارك في البطولات الثانيه ان شاء الله.